الرجالة كانت بتشتغل وتجيب فلوس البيت، والستات شغلتها تدبير المصاريف دي طول الشهر. ما كانش فيه كروت بنوك ولا حاجة من اللي بتستخدموها دلوقتي. كان الراجل بيجيب المرتب آخر الشهر فلوس كاش، ورق وفكة، وكنا بنقعد على السفرة مع بعض في أول الشهر نقسم الفلوس ونحدد المصاريف. والتقسيمة كانت معروفة، جزء للأكل والشرب، وجزء لمصاريف المدارس والدروس، وجزء للكهرباء والمية والغاز، وجزء لأي طوارئ. وكنا بنحوش شوية برضو عشان لو حد تعب لا قدر الله، أو عايزين نجيب حاجة للبيت. وكنت بعمل حاجة مهمة أوي يا ولاد، كنت بخبي جزء صغير من الفلوس في علبة الشاي أو في علبة السكر، وكنت بسميها فلوس سودة للأيام السودة. ده كان الاحتياطي بتاعنا، والراجل ما كانش يعرف عنه حاجة طبعا. والتدبير بقى ده فن مش أي حد يعرفه. كنا بنشتري الخضار من السوق مرة واحدة في الأسبوع، يوم الجمعة الصبح